تعالوا نحضر احلى ساندوتش لفطار يوم الاجازه. كنا بناكله في محلات المقاطعه، بس دلوقتي هنعمله في البيت وطعمه خطير، هتحبوه، متاكده هتعتمدوا الطريقه دي على طول. اول حاجه في الحله او الطاسه على النار حطيت قطعه زبده كده، ممكن نستخدم زيت زيتون او زيت عادي. اول ما تسيح هنزل عليها بصلايه كبيره، انا استخدمت بصلايه كبيره، وهضيف عليها كميه المشروم اللي انا حضرتها. الكميات دي مفتوحه حسب الكميه او السندوتشات اللي هتعملوها. رشه من الفلفل الاسود ورشه من الملح، وطبعا هنبدأ نقلب ده كله مع بعضه. انا عايزة البصل يكرمل مع المشروم وكمان يستوي اكيد المشروم. هبدأ اقلبه لحد ما يوصل للشكل اللي انتوا شايفينه ده، مش هياخد وقت طويل كده. خلاص بدأ يستوي، هو كده تمام. هسيبه على جنب وهبدأ اقطع الجبنة الموتزاريلا، وانا جبتها من قسم الجبن من اي سوبر ماركت كبير. زي ما انتوا شايفين جبتها قطعة على بعضها، واكيد طبعا هقطعها بالاحجام المناسبه ليا، وهي مش نوع معين، دي بتدي المطه اللي انتوا شايفينها وطعمها احلى. هرص في الاول الجبنه الموتزاريلا، وبعد كده هضيف المشروم بالبصل اللي احنا حضرناه، طبعا هو مستوي كده تمام. وبعد كده هضيف عليه، طبعا ضيفوا الجبن المتوفره عندكم اللي تحبوها. انا كان عندي بارميجان وكمان تشيدر، ممكن نضيف اي نوع جبن متوفر عندنا. وكده خلاص نحطه في الطاسه نحمصه او في التوستر المتوفر عندنا ونقدمه. جربوه، متاكده هتحبوه.